حفل التخرج يا سيدي، طلاب 6 سنوات ابتدائي حفل التخرج، و9 سنوات إعدادي حفل التخرج، وثانوي حفل التخرج. كأن الطفل أو الفتاة الذي أنهى المرحلة الإعدادية لم يصل مرحلة محو الأمية. محو الأمية في المجتمعات المتطورة اليوم اللقب الأول الجامعي، يعني بمعنى أن بعض الدول الآن تتوجه إلى أن تجعل التعليم الجامعي إلزاميا ومجانيا وإن لم يسمى لقبا أولا. زي هذا الأب اللي ملبس بنته ملابس ب1000 شيكل ولا ب1500 أو 2000 شيكل، ملبسها قلادة ذهب وبإيدها وكعب الله وكيله ودوبها صف تاسع وحمرة وبودرة وبوديكور ومونيكور ومش عارف ايش بور، واللي بدك اياه كله بور بور بور، كله اخر بور الله وكيلك. وجاي حضرتها واجا بالسيارة مرسيدس والابصر ايه وفتحت الباب ونزلت من الباب، هذا تماما. فخرج على قومه في زينته، نفس الموقف. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، بده يبهر مين؟ بهر أهل الدين. نحن يمر الغني فينا فنراه كما ترون النمل يمشي على الأرض، والله بل أقل، والله بل أقل، والله إن الغني لا يكلمني أكلمه كما أرى الذرة في الهواء، ثم والله إن العظيم في قومه لا يكلمني فأراه كما يرى أحدكم الذرة في الهواء، والله ثم والله، لأنني لا أرى أحدا إلا بالله بميزان الله. أرى الفقير من أهل الله فألزم قدميه، وأرى الغني من أهل الدنيا فلا أراه طرفة عين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، أهل الدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انبسط أبو قارون، أبو الصبي وأبو الشاب، ماله يا سيدي؟ انبسط، كله حكى على ابنه وكله حكى على بنته، وابنه وبنته عمل ستريك وعمل سيلفي وصور حاله وصورت حالها، والرواية صارت رواية والحكاية صارت حكاية، وبان الأغنياء بالصف من البسطاء من الفقراء. هذا الأب ذهب إلى المدرسة بابنه وابنته فذبح على مقصل العدالة كبد وقلب 10 إلى 20 طالبا في المدرسة، وعاد ملطخا بالدم في يديه، عاد ملطخا بالدم في يديه. كرمال يقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان أو علان أو فلان أو علانة. وقال الذين أوتوا العلم، أصحاب المعرفة بالله، ويلكم ثواب الله خير. السعادة الفرح مفروض يكون بالآخرة، هناك السعادة والفرح. لما ابنك يحفظ القرآن بدنا نجمع له كلياتنا أموال واحتفل به وعمل له أعظم احتفال. لما ابنك يحفظ كتابا من العلم بدنا نعمل له أعظم احتفال. لما ابنك يكون من أهل الله وأولياء الله بدنا نعمل له أعظم احتفال، علشان ما يقولوش أهل الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وما أوتيه قارون دنيا عرض سخيف زائل لا يصنع. أشباه الرجال لا تصنعهم الأموال، الأنذال لا ترفعهم الأموال، الجبناء لا تصنعهم الأموال. النذل نذل ولو لبس لبس الملوك، والجبان جبان ولو لبس لبس الأبطال، والنذل نذل ولو تسربل بسرابيل العظماء، والبطل بطل ولو أكل الخبز اليابس والماء، والأسد أسد ولو عاش بين الكلاب. هكذا ينبغي أن يربى عليه أبناؤنا، نربيهم أسودا أبطالا، لا أن تقصفه وتقصره بأنه فلان غني وابنه غني لازم تحترموه لأنه أبوه غني، وهذا مش لازم تحترموه لأنه أبوه مش غني.
قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. مال راح المال، خسفنا عافانا الله وإياكم وسائر المسلمين يا رب، فخسفنا به وبداره الأرض. أيها الناس، بدلا من أن تسرف على نفسك، وبدلا من أن يكون إسرافك على ولدك سببا بإيذاء آخرين، اجعل هذا المال صدقة على الفقراء، على المساكين. قل لابنك يا ابني أنا قادر أعطيك مال، هاي مبلغ كذا وكذا، ادخله لنفسك، اشتري به ما ينفعك، ادخله لنفسك لرحلة، تصدق به، البس زيادة عن أولاد صفق حبة، البس زيادة حبتين، البس زيادة 5 حبات، لكن ما تلبس ابنك ساعة ثمنها كذا، وتليفون ثمنه كذا، وإذا بنت كمان ذهب كذا، وملابس بكذا، لتفرح ابنتك على رؤية الآخرين إليها واجدة وهم لا يجدون، ليفرح ابنك بنظرة الآخرين إليه واجدا وهم لا يجدون. هذا لا يليق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما يليق، والله عيب. ولذلك باسمكم جميعا أنا أشكر من أعماق قلبي قرار لجنة الآباء المحلية في مدينة أم الفحم الذي صدر بالتقريب قبل أسبوعين، وقد عقبت عليه شاكر لجنة الآباء، حيث دعت لجنة الآباء إلى إلغاء كل تلك أنواع الاحتفالات، بدل ما الطلاب يتعلموا بالمدارس والاحتفالات بقاعات، ويطلب من الطالب مبلغ معين، ممكن طالب أصلا أبوه ما معه المبلغ، مش ما معه يشتري ملابس، يطلب منه مبلغ معين، وحفلات عشاء وغداء في مطاعم. بدلا من ذلك كان القرار بأن تكون الحفلات في داخل المدرسة، وأن تكون بلباس يلتقي مع الآداب الشرعية المرعية ومع الأعراف المتعامل بها كمجتمع مسلم محافظ عف كريم. إحنا أولاد بلد مسلم مؤمن محافظ، فأن يكون أيضا ملتزما مع الذوق العام الإسلامي الرفيع، الدين الإسلامي. والأهم من ذلك أن لا يأتي الأب والأم بهديته لابنه قدام الطلاب. يا جماعة الخير أسألكم السؤال بالله عليك، أيها الأب الأهبل، أنا أول مرة بدي أحكي على منابر هذه اللغة، أيها الأب الأهبل، لما جايب لابنك ولا بنتك هدية ب5,000 و10,000 شيكل تعطيها قدام الطلاب والطالبات، ليه؟ لماذا؟ لتذبح قلوب الطلاب؟ يعني السؤال الكبير، ليش مش بالبيت؟ ليه؟ تقول للأولاد هذا أحسن منكم، هذا أغنى منكم، أنتم لا تملكون، أنتم لا تجدون، أنتم فقراء، احترموه بعد هيك، قدروه بعد هيك، بوسوا الأرض لما يمشي. تفن على من يريد للناس أن يبوسوا الأرض تحت قدم والده أو ولده فقط من أجل المال. هذا عيب، هذا مش دين محمد ولا أمة محمد ولا دين العظماء ولا أصحاب الكرامة ولا أصحاب المروءة ولا أصحاب الشهامة. يا أبو فلان إلك الحق ولا بنزلك، أنت ابن 9 شهور وإحنا أولاد 9 شهور، والفقيرين ابن 9 شهور، والمسكين ابن 9 شهور، والمديون ابن 9 شهور، والدكتور ابن 9 شهور، والمتعلم 9 شهور، واللي مش متعلم 9 شهور. كلياتنا لما نمشي لازم نمشي بمستوى واحد، بمستوى واحد. مش هذا أبوه محامي وهذا أبوه دكتور وهذا أبوه لقب ثالث وهذا أبوه غني، والمسكين هذاك ماله نطحنه نطحنه. شو نقول لله؟ والمروة ودي ابنك زي باقي الناس، تواضع لله، من تواضع لله رفعه. بعد شكري لجنة الآباء، الشكر لبعض مدارس مدينة أم الفحم اللي مباشرة تبنت القرار وأصدرت بيانات. أنا ما أريد أن أذكر أسماء بعض المدارس
كرمال ما يكون كيف كمان مدارس أخرى قد أصدرت بيانات ولم تبلغني. ألف شكر لكل مدير أو مديرة من مديري ومديرات مدينة أم الفحم وغيرها الذين تبنوا القرار، الذين كان عندهم الجرأة أن يتبنوا القرار. ورسالة المدراء للمديرين والمديرات الذين لم يتخذوا بعد مثل هذا القرار، إنه واجب أدبي وعرفي وأخلاقي وإنساني وديني عليكم أن تتخذوا هذا القرار. بل الآن بعد قرار لجنة الآباء المحلية صار أبعد من كون واجب أخلاقي وإنساني، واجب يكاد يكون ذي صبغة جماهيرية قانونية، لأن لجنة الآباء أصدرت القرار. العذر منكم أيها الآباء، العذر منكم أيها الشباب، العذر منكم جميعا على هذه الشدة في الخطاب. تعلمون أن خطابي دوما ليس بهذه الشدة، ولكن عندما يتعلق بطفل فقير مسكين لابد أن نكون لسانا لهذا الفقير المسكين والطفل المكسور حتى لا يكسرنا الله جل وعلا. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.